في البلاصه فين كنسكن انا تقريبا تقدر تقول ماشي تفاخرات، ولكن نقول لكم الرياليتي والفاكس. تقدر تقول بلا تقريبا انا هو احسن واحد كيلعب بين الدراري في البلاصه اللي كنعيش فيها. حنا ماشي بزاف ديال الدراري حنا شي شويه، ولكن في البلاصه اللي كنعيش فيها تقريبا هو انا هو احسن واحد. النيفو تاعي كان طالع حتى انا كنحلم وباقي كنحلم، ماشي زعما فقط، ولكن نعاود لكم قبل ما نلقى الحد كنحلم حتى انا نولي لاعب ديال الكره ونلعب في الفرقه اللي كنحلم بها وكذا. ولكن وصلت واحد المرحله ديال الخوف والستريس، انك ما عمرك ما غادي تولي لاعب غير بسبب الخوف تاعك انك تخاف لا تغلط، واللي حاجه خايبه. تخيل مثلا انني في السبور مثلا في المدرسه اللي لعبت مع دراري اخرين من غير الدراري عشراني اللي ساكنين حدايا جيراننا، كنلعب بحال واش عرفتي نلعب بحال ما عمري ما قصت كره في حياتي. تخيل هاد الشعور اللي خايب اصاحبي. تخيل مثلا دراري جداد، مثلا الدراري اللي كنقرا معاهم لاعبين في المدرسه ولا لاعبين في شي قنت، تخيل اللعب ما كنعرفش كيفاش ورجليا صافي ما عرفتش كيفاش نقدر نوصف لك هاد الشعور، ولكن شعور خايب بزاف. ما كتقدرش تباسي، ما كتقدرش كتشوف الضبابه قدامك. تخيل عينيك كيشوفوك في الارض نيشان ناعس اللي ما كنشوف، ما كنقدرش نهز عيني على هادشي لا شعوريا. وهاد الشعور خايب اصاحبي بزاف. ملي كنهضر على اللعب مع عشراني كنعطي واحد النيفو اللي واش عرفتي ديك النيفو ديال صافي ديال واحد الوقيته جلست بديت كنحلل في هادشي وكذا، كنلقى بلي كنلعب مستريسي بزاف والخوف وخايف لا تغلط مع الدراري. كنلعب مرتاح، بديت انا كنقلب كيفاش نلقى حل هادشي، كيفاش نقدر نخلص من هاد المشكله. كيطلع لك فيديوهات في اليوتيوب، والو فيديوهات ديال المغاربه، كيطلع لك فيديوهات في اليوتيوب ديال العرب مصريين كذا سعوديين، ولكن هو اللي تيقول لك دير هادي تنفس دير ما نفعش معايا كاع داكشي. باش تشبه هادي واحد المده طويله حتى وليت تقريبا قلتها اكسبتيت داكشي، وهي ماشي دائما ولكن في مرات. وهادي تجربه تاعتي فهادشي اللي صيفط الفيديو بالضبط. تلقى بلا شي ماتشات فواحد الفتره ديال الماتش كنلقى راسي صافي راه بحال تطلقت، بحال النيفو بدا كيرجع، ولكن ماشي داك النيفو تاعي. ففيديوهات ديال الاجانب بديت كنتفرج فيهم، بديت كندخل نقلب في جوجل الذكاء الصناعي، مع الذكاء الصناعي معايا يلاه خرج. بديت انا كنقلب في الذكاء كلشي، ما خليت حتى شي خطوه. وحاليا جبت لك انا السر كيفاش قدرت نهرس هاد المشكل ديال الخوف والتوتر. وكنوعدك الا تفرجتي في هاد الفيديو، وهذا وعد شخصي من اخ الخو، الا كملتي الفيديو حتى الاخر، المشكل ديال الخوف والستريس عندك غادي يمشي 100%. هو باش نوضح لك ما غاديش يمشي، ولكن غادي تستعملو انت. حيت هاد الخوف، ملي كتقول الخوف وراه شعور. الخوف كان من اول ما تخلقنا كاين الخوف كاين باش يحميك، باش يخليك على قيد الحياه. حيت مثلا الا خرج لك سبع قول لي ما غاديش تخاف. انا بغيت نحيد الخوف ديال السبوع، كيفاش؟ ما يمكنش. الا خرج لك السبع باغي ياكلك راه غادي تخاف. داك الخوف لاش كاين؟ باش يخليك على قيد الحياه. فهمتي كيفاش؟ الا خرج لك وما خفيش وبقيتي جالس تاكلك ما عندها حتى معنى. نفس الشيء يعني ما غاديش تقدر تحيد وتستعملو، غادي تقدر تلعب حسن من داك اللي ما كيخافش وسط الماتش. مثلا واحد اللي مولف كيدخل كيلعب عادي، كيلعب مطلوق وانت كتخاف، ملي كتقدر توجه داك الخوف تاعك كتلعب حسن منه، كتلعب حسن من اللعب العادي تاعك. وغادي نقول لك علاش. ف 11 ستيب تبع معايا حتى الاخر. ستيب واحد واللي هي ستيب اللي كتذكر بزاف، واللي هي ستيب اللي ما مفهوماش بزاف، واللي هي العقليه او المونطاليتي. كيفاش العقليه تقدر تبدل لها النيفو تاعي؟ شنو هي العقليه الصحيحه؟ كيفاش شنو هي عقليه كذا؟ فركز معايا. العقليه هي الطريقه كيفاش كتشوف انت بها الامور، كيفاش كتشوف بها الحياه. فمثلا واحد عنده العقليه ديال كاع البنات خايبين، فغادي يبدا يشوف كاع البنات خايبين، وهذه اللي حاجه عاديه. ولكن واحد مثلا كيقول بلا كاع الناس، ماشي كاع البنات ولكن كاع الناس زوينين، غادي يبدا يشوف كاع الناس زوينين. اللي عنده العقليه ديال كاع الناس خايبين غادي يشوف الناس كاع الناس خايبين. فانت العقليه تاعك كيفاش كتشوف راسك، كيفاش كتشوف المحيط تاعك، كيفاش كتشوف كره دوك لي سيتياسيون اللي كطيح فيهم، هذيك العقليه خاصك تبدلها. فشنو هي العقليه اللي بغيتك تاخذها؟ خذ العقليه ديال انك داخل غير باش تلعب وداخل باش تخسر. بغيت مثلا تخيل معايا ديك اللقطه ديال انت دابا شديتي كره وسطينا، شديتي كره جا عندك داك ديفونسور المدافع، يمكن ديفونسور صح ياك، جي عندك المدافع. تخيل معايا داك السيتوياسيون، تخيل معايا مزيان. فاش بغيتك انت دير، بغيتك تمشي تغلط، بغيتك تضيع كره، ولا كيفاش هاد فاك انت كتضيع كره؟ قلت لك بغيتك تضيع كره، بغيتك دير مثلا شي لقطه، بغيتك تهز كره من فوقو باش تضيعها صافي، بغيتك تلعب غير باش تضحك. فهمتي كيفاش؟
دخل ما تاخدش الماتش على ديك الجديه الكبيره وما تعطيش ديك الاهميه. دخل غير ضحك وقصر. عرفتي ديك داخل غير باش نقصر مع الدراري، دخل غير قصر. سير انت هاك انت ضيعتيها بدا الضحك، ضيع شي واحد ضحكوا عليه طلعوا عليه، انت ضيعتيها حتى يطلعوا عليك. المهم لعب غير باش تضحك وبغيتك انك تخرج من دماغك. عرفتي ديك اللقطه راه ملي كتكون لاعب والستريس راه كتكون ماشي لاعب، تكون لاعب وسط الدماغ، كتكون وسط الدماغ. فهمتي كيف افكارك خرج من دماغك، دماغك خصو يطفى ولعب وكون على برا. كون في الواقع، كون في الحاضر، كون في البريزون. فهمتي كيفاش؟ ما تفكرش حيت الخوف انك كتخاف شي حاجه في المستقبل. اما انت كتفكر في المستقبل الا درت وقع ادخل غادي نغلط، نخاف لا نغلط. ولا كتفكر في الماضي شي غلط درتي، ضيعت كره. فكون في الحاضر. غادي تقول لي كيفاش غادي نكون في الحاضر باش نشرح لك مزيان. غادي ندوزو ستيب بجوج وهي انك تكون حاضر. كلك كيفاش بي ان ذا بريزنت. قال لك كاين واحد المقوله كتقول لك the wonder mind is unhappy mind، بحيث ان العقل السرحان عقل غير سعيد. علاش صغر كنتي فرحان كلشي كيبغي يرجع ليك المرحله ديال الطفوله، حيت في المرحله ديال الطفوله ملي كنا صغار ما كنتيش كتفكر الغدا، ما كنتيش كتفكر من هنا لواحد الساعه، ما كنتيش كتفكر في البال. الهم الوحيد ديالك هو انك تلعب ودير داكشي اللي هز عليك. فانت غير هنا حاضر، العب يلا لعب وفرحان وكدا عايش ديك اللحظه. حاليا شنو؟ يا اما دابا جالس كتفكر في المستقبل اش غادي دير من بعد، يا اما كتفكر شي حاجه درتيها. المهم ما عمرك ما جيت دابا. انت فكر معايا في لحظه اش كدير انت دابا. الا كنتي كتفرج انت راه جالس كتفرج في هاد الفيديو باش كدور شوف البيت تاعك كيفاش داير. شوف ركز لي على البيت تاعك وركز لي شوف، ركز لي كيفاش انت في الحاضر. ركز في الحاضر. هي تجربه صعيبه، اغلبيه تاعنا ما غاديش يقدر يركز بحيث ان 2 ثواني 8 ثواني صافي مشى التركيز تاعك. يقول لي ندخل الماتش ونبقى مركز على الحاضر. كي غادي ندير ليها ستيب 2.1 مايندفولنس ولا مايندفولنس ميديتيشن، هو التامل. نسى عليه داك التامل ديال بوذا وديال دوك الشامانز وكذا اللي تلقى لابس ضربه ديك الحطه ديال كوكو ليمونيه ودير عنده مصلع جالس نهار لا نسى عليا. هذا تامل وماشي داكشي ديال المحرمات ديال الاديان الاخرى. هذا تامل عادي، ماشي عادي ولكن تامل اكزرسيس. اش كدير؟ بغيتك تجلس، بغيتك دابا سي معايا جلس. شو كيف ما جلستي بلاتي كيف ما جلستي، المهم جلسه تكون مرتاح فيها. جلس وبغيتك تغمض عينيك وبغيتك تتنفس بشويه. دابا شويه اش كنطلب منك انك تركز على التنفس تاعك، ركز على ديك النفس كيدخل وكيخرج. بغيتك تركز عليه. غادي دوز تقريبا واحد 10 ثواني دقيقه على حسب انت. غادي دوزو على الفتره اللي قصيره ماشي طويله. غادي تلقى كتفكر، غادي تلقى راسك بلي سهيتي ديك ناري سهيت. اش غادي دير؟ غادي ترجع تفكر على ترجع تركز على التنفس تاعك. واللعبه فين كاينه وانا اش بغيتك دير؟ بغيتك انك تسرح. فهمتي كيفاش؟ ماشي انك تبقى مركز، اذا ما غاديش تقدر تبقى مركز. انا بغيتك التركيز تاعك. ماشي التركيز كتسها باش عاوتاني التركيز تاعك عاوتاني النفس تاعك. بحال عرفتي مثلا ملي كتمشي تلاحظ مثلا الدراري ديك البيسيبس كدير ترينينغ، كتكون مثلا شاد هكا يديك كتبدا تمشي. هذا هو التركيز كيمشي. خاصك دير خاصك تعاود التركيز. فهمتي عاوتاني؟ فهمتي كيفاش؟ فالمايندفولنس اش كيربي فيك، اش كينمي فيك، كينمي فيك الفكره ديال انك ديما تكون مركز وتكون في الحاضر. بحيث كل ما كيمشي التركيز تاعك كتقدر تردو. فهمتي كيفاش؟ هو ماشي غير هادشي ولكن بزاف ديال الحوايج. مايندفولنس باش دير تامل يوميا غادي يعاونك باش تبقى في البريزنت، غادي يعاونك شحال من حاجه في التركيز تاعك وسط المات وشحال. ورا الكبار ديال اللعابه ماشي غير الفوت تلقاهم كيديروا التامل. هالاند، صلاح، في الباسكيت كوبي براينت، فهم بزاف. نقدر نبقى نحسب ليك حتى الغدا. دير المايندفولنس. ستيب رقم 3 هي اللي كنصحك بها، وهي اصلا اللي تقدر تنفعك، واللي هي بروغرامي فيلينغز ديالك او تعيد البرمجه ديال المشاعر تاعك. واش كاين الدماغ تاعك شحال من حاجه ما عندهاش حتى شي ترابط، ولكن انت كتربطوا بزاف ديال العادات كتربطوا مع بعضياتهم لا شعوريا. فمثلا نقول لك مثلا راه كاين شي بيت عندكم في الدار كتربطوا مثلا بالسكرولينغ، ومثلا الناموسات كتربطها بالنعاس. ما نقدرش نعطيك شي بلا مثلا هاد البيت
الا كنت مولف نسكرولي فيه بزاف وكنسكرولي فيه وقت ما دخلت غير كنسكرولي فيه وكنخرج، وقت ما دخلت لهاد البيت غادي نبدا نفكر في السكرولينغ. البلاصه فين كتناس وقت ما الا كنتي، الا تفرجتي في الفيديو الفيت ديال الناس شرحت اللعيبه علاش خاصك تبقى تنعس في البلاصه اللي كتنعس فيها تخصصها غير الناس. من وقت ما جيت لديك البلاصه كيجيك الناس، فهمتي كيف غيكون في الصباح غتكون يلاه فايق وتعرف ترجع ديك البلاصه خاص يجيك الناس، حيت بروغراميتي دماغك لهاد البلاصه اش كنديرو فيها اش كنديرو فيها. مثلا نقول لك، مثلا برمجتي دماغك انه مثلا انا هاد الكورة هاد التينيسة هادي اللي كنلعب بها دابا، مبرمجت دماغي على انه وقت ما نشد التينيسة يعني راه الوقيته ديال انني نريكوردي فيديو، فهمتي كيفاش كنبرمج دماغي انه وقت ما شديت التينيسة بحال هكا يعني راه وصلت الوقيته ديال باش نريكوردي، فكنركز وكدا. انت اش بغيت كدير؟ انت وسط الماتش ملي كيجيك داك الشعور ديال الخوف، يعني الخوف يساوي ما غاديش نلعب مزيان، يعني يساوي ماتش خايب، يعني يساوي ضعف، فهمتي كيفاش. انت اش غادي دير؟ غادي تعاود بروغرامي هاد الشعور بانه الخوف كيدل على انك متحمس تقريبا، ولا مثلا الخوف يعني غادي نعطي اداء مزيان. فحاول تجرب، دير تجربه مثلا انت دخلتي التيران، لما مثلا دير معايا، فكر معايا انت مثلا غادي لشي تيست ديال الفوت، بلاص ما تكون داك الخوف اللي كيجيك ديال داك دير بلا انك متحمس، فهمتي كيفاش داك الشعور ديال الحماس، انت وصل خلاص بغيت، فهمتي كيفاش. وغادي تعيش واحد الاكسبيريونس اخرى في شكل، بحيث انك هاد ستيب شويه معقده، حيت كتدخل في حوايج اللي ماشي فيزيك ولكن ميتافيزيك، ولكن الداخل تاعك اللي هي الفيلينغز وكذا، فصعيب نشرحها ليك. هي بحال شي احساس كتحس به ولكن ما تقدرش توصفه بحال هاد الشكل. فالخوف ما تاخذش الخوف على انه كيحبسك، ولكن خذ الخوف على انه دافع وكيحمسك. زي وقت ما جاك الخوف عارف بالله الخوف اش كيعني لك انت. مثلا الخوف انا كاين واحد الوقيته كان كيعني ليا بالله غادي نفشل. الخوف يعني يعني الليفو خايب، غادي ما غاديش نقدر نلعب مزيان، فهمتي. ولكن تقدر تبروغرامي هاد الخوف، وقت ما جاك الخوف تقول العز ما انا متحمس، فهمتي كيفاش. حمس راسك وموتيفي راسك. الخوف اعتبر بحال موتيفاسيون. تخيل مثلا الخوف كتعتبره انت موتيفاسيون، ولا تخيل مثلا مثلا عرفتي مثلا ملي كتدخل للترينين في لاصال لاصال مثلا، كتكون خدام مثلا بنش بريس داير واحد جوج ثلاثه كدا، تحس بلي الصدر تاعك كيحرقك، اعتبر برمج راسك على داك الحرق بالله هو موتيفاسيون ليك، فهمتي كيف. وقت كل ما كيحرق صدرك اكثر كل ما كتموتيفو كتخدم، فهمتي كيفاش. هذا واحد الميكس اللي واعر، فانت تقدر دير هادشي بالنسبه ليك في الخوف. تقدر ماشي بروغرامي، ولكن انك دير تعاود توجهو لواحد الحاجه اخرى، اللي الخوف موتيفاسيون وحماس وكذا. هاد ستيب الاغلبيه ديال الوقت غادي تبغي واحد المده طويله، وتبغي التفكير تاعك في الاخر كاع هادشي كيعتبر مونطال تاعك والعقليه تاعك، حيت انت كيفاش كتشوف المحيط تاعك، وكيفاش كتراكت على الاحاسيس تاعك والفيلينغز تاعك. حيت في الاخر الخوف راه غير شعورات، فهمها هادي. الخوف غير شعور، الا خليتي هاد الشعور يغلبك وما قدرتيش تسيطر عليه، راه ماشي غير الخوف ولكن كاع المشاعر تاعك. الا مثلا تخيل مثلا وقع لك شي سيتياسيون مع في الزنقه مع شي حد، وجاك داك الشعور ديال الغضب وتعصبتي، الا
خليتي داك الشعور يسيطر عليك غادي تضربو، غادي تمشي، غادي تدخل للحبس باينه هادي، غادي تضربو غادي تقتلو غادي تمشي للحبس. ولكن الا سيطرتي على داك الفيلينغ وداك الشعور ف انت كتبين الكاريزما تاعك والهيبه. بحال مثلا دار شي رياكسيون، مثلا كنتي جالس في قهوه وكفح عليك، مثلا هو جايب لك برد وكفحو عليك، لازم تنوض تضربو وتشنق معاه وتشدو تقتلو، لا نوض قل لك كدا ماشي مشكل، هاني هو يجي بدا يطلب منك السماحه هانيه، وغادي تبين داك الكوتي البوزيتيف والزوين فيك. فهمتي كيفاش؟ نفس الشكل الخوف، الا خليتي الخوف يسيطر عليك ما عمرك ما غادي توصل لداكشي اللي باغي. ولكن الا شديتي داك الخوف، راه الاغلبيه الا ما عندكش هاد الخوف فراك ما ماشي ما غاديش نقول لك ما غاديش تكون ناضي، ولكن اللي عنده الخوف يقدر يستعملو. فهمتي كيفاش؟ انت تتخاف كيجيك داك الشعور ديال الخوف وسط الماتش تقدر تستعملو لصالحك، غادي يكون عندك بورسونتاج و افونتاج على هذاك اللي ما تيحسش بهاد الشعور. فهمتي كيف؟ ستيب 4 واللي هي المسكه. غادي يقول لك كيفاش المسكه شحال من دراسه، هادي ستيب خفيفه. شحال من دراسه كتبين ان ملي كتكون كتمضغ المسكه فكيوقعو بزاف ديال تيوقع واحد البروسيس طويل. فالمهم ان المسكه، اش بغيتك تفهم، ان المسكه كتحيد نوعا ما كتحيد داك الستريس حيت ما كيكون في ديك المرحله ديال. المهم ما البروسيس ما فاهم انا براسي ما فاهموش، ولكن اش بغيتك تعرف بلي المسكه كتحيد الستريس. فقبل ما تدخل شي ماتش تقدر تاخد لك المسكه جوج ندغهم تدخل كدا صافي. ستيب 5 الناس وكثرت ما هو حاجه اللي كبيره، وما غاديش تقدر تحصر كاع المعلومات في فيديو واحد ولا في جوج فيديوهات ولا ثلاثه. انا راه الفيديو الفايت فيه 40 دقيقه، ما قدرتش نحط كاع المعلومات اللي عندي على الناس. الا حطيت كاع المعلومات الفيديو غادي يولي فيه شي 25 ساعه، وخاصني شي سيمانه باش نحطو يتابلود. الفيديو فايت في 40 دقيقه راه حطيت تقريبا يومين والبيسي شحال كيتابلود، يومين متابع. ف الناس اش بغيتك تعرف، قد الوقت ديال الناس مده كافيه وقد نعاسك. حيت علاش الناس ملي كتنعس راك كتريكوفر ماشي غير الفيزيك تاعك لي ميسكل، ولكن حتى المونطال تاعك ودوك لي زورمون اللي كيعطيو داك الحاله ديال الفوكس ملي كتدخل في الفلو ستيت. وهاد الفلو ستيت الا ما فهمتيش هاد المصطلح غادي يجي لي فيديو كامل. والفلو ستيت الا قدرتي تماستيري صافي راه ماستيريتي اللعبه. تيتفرزو ماشي كيتفرزو انما كيعاودو يتجددو في الوقيته ديال الناس، الدوبامين الاندورفينز. فإلا عرفتي كيفاش تستغل الناس تاعك احسن طريقه فراه ماشي غير الفيلينغز تاعك اللي غادي تقاد، ولكن حياتك كامله غادي تقاد. والاداء تاعك النيفو تاعك غادي يطلع غير بانك تقاد الناس تاعك. ولا بغيتي تقاد الناس تاعك احسن طريقه ترجع تفرج في الفيديو اللي هو هذا، غادي ينفعك بزاف. ستيب رقم 6 البري روتين ولا بري جيم روتين ولا الروتين اللي قبل الماتش تاعك. انك تقاد واحد الروتين اللي فيكس. نرجعو للفيديو الفايت ديال الناس شرحت لك بلا روتين ما قبل النعاس ما حد كتنتظم على هذا الروتين. دماغك ملي كتبدا دير هاد العادات دماغك كيفهم بلا هو غادي يدخل في المرحله تاع الناس. نفس السيستيم غادي ديرو على الماتشات تاعك. قبل كل ماتش غادي دير واحد الروتين خفيف باش تفهم راسك، ماشي باش تفهم دماغك بلا حنا مقبلين على ماتش، وغادي يعطيك داكشي اللي غادي تحتاجو نتا. فهمتي كيفاش؟ مثلا دير مثلا احسن روتين تقدر ديرو قبل الماتش الا كنتي مثلا فوتبول ولا تقدر اي رياضه، هي انك تعطي راسك واحد 5 دقائق دير فيزيواليزيشن تخيل سيناريوز في الماتش. تخيل مثلا راسك كدريبلي كطراو مثلا، وبغيتك هادي الحاجه تركز عليها اللي اغلبيه الدراري اللي كيديروها كيطبقوا هاد
التكنيك ما كيديروهاش. انك تخيل راسك دي سيتياسيون اللي غلطتي فيهم، مثلا تخيل راسك جاتك باس درتي كونترول خيب تقعت من الكره، تخيل راسك تيريتي بيلانتي وضيعتي، مثلا بيلانتي دقيقه 90 تيريتي بيلانتي انت تضيع. تخيل راسك، تخيل دوك الاحاسيس اللي جاوك وبغيتي كشويتك دير بغيتي تتعامل مع دوك المشاعر، ولكن ما تكثرش من السيتياسيون ديال الاخطاء ديال الخساره، حيت الا كثرتي منهم بزاف غادي يرجع لك عكسيا، بان الدماغ غادي يطبق داكشي وسط الماتش بلاص ما يتعامل معاه، بلاص ما يتعامل مع ديك المشاعر غادي هاد المواقف غادي يبداو يجيوك وسط الماتش. فهمتي كيفاش الدماغ غادي. المهم راك تقريبا الفورمولا هي 70/30. 70% ركز على لي سيتياسيون ديالك انت كدريبلي شي واحد، كتشوت، كتراوغ سيتياسيون ديالك اللي كتعطي فيهم، و30% دوك لي سيتياسيون مثلا ضيعتي غلطتي كدا. وهذا اصلا الماتش هكا كيدوز تقريبا الماتش كيدوز 60/40. 40% اغلاط و 60%. فهمتي كيفاش يطرا اكبر تفهم بلا اكبر اللعابه. حنا فاش خرجوا علينا دوك الفيديوهات كتبدل تسكرول كيطلع لك فيديوهات ديال دوك الشورتس. فهمتي كيفاش دوك اللقطات، دوك اللقطات راه ماشي هما الماتش. الا تفرجتي في ماتش كبير مثلا نعطيك مثلا يامال يامال يقتلوك دوك لي ريلز اللي كيطلعوا لك عليه تريفير كدا. ولكن الا تفرجتي في ماتش كامل 90 دقيقه فراه الاغلبيه ديال الوقت راه ماشي ما كيديرش شي حاجه اللي ماشي كنقلل من شي لعاب، ولكن كنعرف لك بلي الاغلبيه ديال اللعابه كيغلطوا في لي ماتش، ولي ماتش تاعهم ما كيديروش، كيلعبوا السهله. ميسي ملي رجعت نتفرج في الماتشات القدام تاعو الاغلبيه ديال الماتش راه كيلعب غير السهل، ماشي السهل نيت، كيلعب تيدور باس، كيلعب بنادم ولي دريبل تاعو قليل. ملي كيدير شي دريبل كيعرف امتى يديرو علاش كيخرج الدريبل افيكاس. باش انت باغي دريبلي 90 دقيقه، باغي دريبلي 90 دقيقه عامر كامله القطعات راه ما يمكنش. ستيب 7 تسخينات. غادي تقول لي كيفاش تسخينات؟ ماشي التسخينات اللي شوف مو انك تسخن الجسم تاعك، ولكن التسخينات بالبالون، انك تشد كره وتبدا تحاول انك تبدا تقيس بالون قبل ما يبدا الماتش، بانك كتولف. ماشي تيبدا الماتش خاصك واحد 20 دقيقه باش يلاه تعود وتولف كره، ولكن حاول تشد كره دير ديك زيكزارسيس ديال البال ماستري. المهم التحكم في الكره، التمرين ديال التحكم في الكره. حاول تقيس الكره بكاع اجزاء ديال الفوت تاعك، حاول تجونغلي شويه، حاول تريبلي، حاول تقيسها باسات نتا وصاحبك. فهمتي كيفاش باش تدخل الماتش تكون بحال قصتي كره بما فيه الكفايه وولفتي كره. ستيب بلاتي ستيب 7.1 بلاي سيمبل، اي انك تلعب السهله. كما ما حشيش نشرح في البدايه ديال الماتش، حاول انك تلعب بكرات الساهلين بحيث انك تبدا الثقه تاعتك، تبني الثقه في وسط الماتش. تلعب الساهل، باس 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 باس، ما تدربيش ديال الماتش، ما تكلخ ليش وسط الماتش. بدا الماتش لعب السهله، باسي صحابك، دور كره، حاول تشد كره، دير شي دريبل خفيف، باسي مع الماتش كيطلع وانت كتدخل في الجو ديال الماتش وكتنسى عليك كاع داكشي كاع الخوف والستريس ديال البدايه ديال الماتش. قبل ما ندخلو لستيب 8، الا استفدتي غير شويه ولا خديتي غير فيه الفائده، ما تدير واحد السبسكرايب ولايك، حيت راني كنعيا بزاف في هاد الفيديوهات. ستيب 8 هي انك تريني على راسك. كيفاش تريني على راسك؟ تخيل مثلا انت لعبتي ماتش ضد دراري صغار، واش غادي يكون ستريس؟ غادي تقول لي ما يمكنش. تخيل مثلا لعبتك ماتش في البريمير ليغ، باش غادي تحس؟ ماشي ستريس. ماشي ستريس اللي غادي يجيك، راه صافي، راه ما غاديش تحرك، ما غاديش تكورا اصلا. اش بغيتك دير؟ بغيتك ديفلوبي راسك، تمشي تريني على راسك باش تطلع النيفو تاعك. فكل ما النيفو تاعك كان طالع، باختصار كون حسن اي واحد غادي يلعب معاك في التيري، الا كنتي احسن واحد كيلعب في داك الماتش ما غاديش تكون
لازم تكون اقل واحد يقدر يتعرض للستريس في داك الماتش، هو داير حاجه باينه. فبدا تريني ولعب ماتشات كتر من الماتشات مع البراكتيس ومع التكرار. غادي تقدر ماشي الكثر ديال الماتشات ماشي انك كطور النيفو تاعك فقط، وانما كطور داك. المهم كتقدر تماناجي داك الكيوس، ديك ديك الفوضى اللي كاينه في الماتش، كتقدر تماناجيها من كثرة الماتشات. والحاجه ما كيعطيلكش لونطرينمون، انما كتعطيها لك كثرة الماتشات، فكثر ليها من الماتشات. ستيب 2 اللي هي الكوكي جار. الكوكي جار اول واحد جابه هو ديفيد جوغنز. باش نشرح لك المفهوم ديال هاد الكوكي جار، الكوكي جار هي انك كتاخد دوك الانتصارات تاعك وكتحاول انك تكرسك بهم. فمثلا كتاخد شي حاجه، مثلا شي بواطه، شي حاجه، مثلا نقول لك ما عنديش انا، المهم كتاخد شي طاسه مثلا صغيره، وقت ما درتي شي انتصار ولا شي حاجه شي ذكرى كتكتبها وكتلوحها في ديك البواطه. ومع الوقت كترجع وكتبدا تسترجع دوك الذكريات. مثلا في الماتش الفلاني ماركيت هاتريك وشتت رجل المباراة. ملي كتبدا تسترجع دوك هاد الذكريات مع الوقت كتعطيك واحد الموتيفاسيون، واحد الفخر بالله راك ما دوزتيش قليل. فهمتي كيفاش؟ ستيب 10 هي ستيب 10 هي انك تعرف شكون انت. ديب جورنالينغ، فخود ستيلو ورقه وكتب وعبر على الاحاسيس باش كتحس وباش كتشعر وسط الماتش، وحاول تفهم راسك. وباش ندوزو دغيا بغيت نسالي هاد الفيديو باش ندوزو دغيا ستيب 10.1 بوزيتيف سيلف تالك، هي انك دوي مع راسك بالايجابيه. حاول ملي تكون وسط الماتش ماشي تبقى ساكت، حاول انك تقدر شحال من لقطات يبان مثلا لعابه كبار، مثلا رونالدو كيكون قبل شي فوت كيبدا يدوي مع راسو بالايجابيه. حاول تدوي مع راسك بالايجابيه، انا نقدر نديرها، نقدر نماركيها، انا كاين، برافو عليا، برافو على راسك. شجع راسك وسط الماتش يجي كيعطيك واحد الفيلينغ زوين. ف كنتمنى يكون عجبك هاد الفيديو، كنتمنى تكون خديتي الفائده الكامله. هو باش تلخص على راسك واحد الرحله ديال مده طويله، ف باش تحيد الستريس والخوف كيعتمد عليك انت. واخا نعطيك انا كاع الخطوات اللي تقدر ديرهم، نعطيك 100 ستيب ما غاديش تقدر تحيدو الا ما خديتيش انت خطوه وحاولتي تفهم علاش وكيفاش. حاول تجلس مع راسك ودوي مع راسك، كتب وقول علاش، وحاول تفهم. حيت الحل شي مرات الحل ما كيكونش عند شي واحد اخر، ولكن الحل تيكون عندك، حل تاعك انت بوحدك. ف انا هادشي خدم معايا، كنتمنى يخدم معاك. الى عجبك الفيديو متنساش دير لايك، سبسكرايب، وتفرج في هاد الفيديو هذا غيعجبك.